في رفلة عن الجميع، حل الأسطورة بمعقله. عاد ليزور معشوقه ليلا كمن يزور حبيبته خلسة، كأنه روميو يتسلى لرؤية جولييت. تخيلوا المشهد، ميسي في الكامب نو من جديد، لكن هذه المرة زائرا لا لاعبا. ترك رسالة قال فيها: عدت للمكان الذي أفتقده من أعماق قلبي، مكان كنت فيه في غاية السعادة، حيث جعلتموني أشعر 1000 مرة أنني أسعد إنسان في العالم. آمل أن أستطيع العودة يوما ما، ليس فقط لأقول وداعا كلاعب، لأنني لم أحصل على تلك الفرصة من قبل. يا ليو، كل شيء فيك مختلف عن البقية، حتى عودتك كانت مختلفة. لكن نعذرك، فقد أردت خلوة تشكو فيها ما فعلوه بك. وقف الأسطورة يتأمل المكان، كأنه يقول: لا تلمني على فراقك، فوجعي أعمق من ألمك. كان الود ودي ألا أبتعد، لكنك تعرف السبب. ولكم التعليق.